في إطار خطة الدولة لاستعادة الآثار المهربة للخارج، تسلمت السفارة المصرية ببرلين قطعة آثار نادرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية منذ أكثر من سنوات. السفير المصري يؤكد على أهمية عودة الآثار المصرية التي خرجت بشكل غير شرعي إلى أرض الوطن، ويؤكد على أن مصر ستظل قبلة السائحين الألمان رغم كل التحديات. في تعليمات من السيد وزير الخارجية لجميع السفارات في الخارج والقنصليات العامة في الخارج بالعمل على التواصل مع سلطات الاعتماد في كل دول الاعتماد للتأكيد على الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية ووزارة الخارجية لاستعادة جميع القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة من مصر. حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 زار مصر أكثر من 725 ألف سائح، يعني ده زيادة قدرها 21% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وده أمر جيد جدا، ونأمل يعني أن تستمر الأمور بشكل طبيعي. طبعا هناك حادث الطائرة الروسية المأساوي، واحنا بنجري اتصالات مع الجانب الألماني للتأكيد على ضرورة عدم القفز إلى نتائج قد تكون خاطئة، عدم استباق الأحداث. وقد شكلت لجنة من الخبراء الألمان والمصريين تحت إشراف المتحف المصري ببرلين للتحقق من أثرية القطعة ومن ثم العمل على ترميمها وحفظها بشكل مناسب. Jedes altägyptische Stück ist wichtig. Für einen Ägyptologen hat jedes altägyptische Objekt seine Bedeutung. Natürlich gibt es kleine und große, ganz aufwendig gemachte und weniger aufwendig gemachte, aber alles ist altägyptisches Kulturgut und insofern wichtig. القطعة النادرة كانت قد اشترتها سيدة ثرية وأمرت أسرتها في وصيتها بإعادتها لمصر. المنهج الأولاني اللي هو الخاص بالتشريعات في ألمانيا، وده المجهودات المصرية بتقوم بالضغط على البرلمان الألماني لتمرير القانون وتصليح الثغرات الموجودة فيه بشأن وضع كثير من الآثار المصرية. المنهج الثاني هو التعاون مع الحكومة والبوليس الألماني في ضبط القطع الموجودة والتي يتم بيعها في المعارض أو في المزادات نظرا لمعرفتها بقيمتها التاريخية. ومن هنا كان لابد من التحاور المصري الألماني بإصدار تشريع يحفظ حق الملكية الأثرية. ما زال مسلسل تهريب الآثار واستعادتها بالطرق القانونية أو التوافقية مستمر، وهو ما يكلف الدولة مزيد من الوقت والجهد، وسط مطالبات بضرورة توقيع أقصى العقوبة على كل من تسول له نفسه الإتجار بتاريخ مصر. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. ما زال مسلسل تهريب الآثار واستعادتها بالطرق القانونية أو التوافقية مستمر، مما يكلف الدولة مزيد من الوقت والجهد، وسط مطالبات بضرورة توقيع أقصى عقوبة على كل من تسول له نفسه الإتجار بتاريخ مصر. إيمان البكري، قناة النيل، برلين.